يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في فيديو جديد من الكوره من على الكنبه. وفيديو النهارده هو واحد من الفيديوهات اللي كنت بحضر لها بقالي فتره، لان بصراحه الحديث عن برشلونه بيحتاج انك تحضر له، خصوصا في الفتره اللي برشلونه بتمر بيها دلوقتي، لانك بتطلع بتبقى في حاله من الحزن على اللي انت هتقوله، وفي نفس الوقت مشتاق ان اي حاجه في الفريق تحصل، او اي تغيير او اي حدث ثوري يحصل في الفريق. وفي فيديو النهارده احنا هنتكلم عن كذا حاجه، اولها وضع الفريق الحالي اداريا ومن حيث الملعب واللاعبين، وتاني حاجه الموسم الجديد هيبان ازاي، وهل قرار بقاء تشافي في برشلونه حاجه كويسه ولا هتكون كارثه. والصيف داخل علينا وفي ميركاتو، ففي لعيبه هتمشي وفي لعيبه عليها كلام هتيجي المفروض في الصيف ده، فبرضه ده هيكون من ضمن الحديث. ولكن قبل ما نبدا الفيديو، لو انت بتشوفنا على فيسبوك ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان تشوف كل الفيديوز اللي جايه، وتعمل سبسكرايب لو انت على اليوتيوب، وتفعل جرس التنبيهات. برشلونه في الفتره الحاليه بيمر بواحده من اسوا فترات سواء اداريا او فنيا، ولكن هل دلوقتي برشلونه قادر على العوده، او على الاقل يعدل الوضع السيء الحالي اللي موجود، ولا هيفضل مكمل في النفق المظلم ده فتره طويله؟ وخلينا نبدا كلامنا عن الاداره. ولا بورتا لما كسب الانتخابات اللي فاتت كان موعد بوجود ميسي، وموعد بوجود فريق قوي وسداد ديون وحاجات كتير كده، وفي الاخر طلع كل الكلام ده فيستك، وطلع ولا بورتا كذاب. بعديها برشلونه عمل شويه صفقات زي جواو كانسيلو وجواو فيليكس وجوندوجان وليفاندوسكي، ولكنها ما كانتش بالصفقات المثمره قوي للفريق، وما كملتش معانا غير موسم واحد، الموسم اللي فات اللي برشلونه خد فيه الدوري. اي نعم تشافي لما جه كان برشلونه في المراكز المتاخره من الدوري، خلص اول موسم ليه في المركز الثاني، والموسم اللي بعديه كان واخد الدوري، ولكن الموسم ده هو اسوا مواسم برشلونه على الاطلاق، من حيث بقى المعدل التهديفي، من حيث ان انت كنت افضل دفاع في اوروبا الموسم اللي فات، والموسم ده الدفاع بتاعك على الله حكايته اصلا. فخلينا ما نحملش الجزء الاكبر لتشافي هرنانديز، لان هو في الموسم اللي فات كان عامل موسم كويس جدا، ولكن الموسم ده اصابات كتير، لعيبه خارجه عن فورمتها كتير جدا، زي اراوخو اللي بيلعب مستواه جدا، وجواو كانسيلو وجواو فيليكس اللي بيلعب بمزاجه تقريبا ماتش وماتش لا. فعلى مستوى الاداره برشلونه عنده ديون، برشلونه مفلس ماديا، برشلونه مش عارف حتى ان هو يجيب مدرب جديد، لان المدرب الجديد ده هيكلفه لعيبه، هيكلفه فلوس، هيكلفه ميركاتو، هيكلفه حاجات كتير. ولذلك قرار بقاء تشافي كان هو القرار الاصلح لبرشلونه في الوقت ده، لان طبيعي لو انت بتفكر في هانزي فليك ولا جورجن كلوب ولا توماس توخيل ولا من المدربين اللي موجودين، ما كنتش هتعرف تصرف على المدربين اللي جايين، مش صرف على راتب المدرب نفسه قد ما متطلبات المدرب ده من لعيبه وتغيير الجهاز الفني وكل الحاجات الكتيره اللي احنا عارفينها دي. فانا شايف ان قرار بقاء تشافي وتكمله عقده لحد 2025 هو افضل قرار لبرشلونه، لان في الوقت الحالي صعب انك تجيب مدرب، وصعب انك تصرف على متطلبات المدرب ده. اما عن اللعيبه الموجوده حاليا في الفريق فهنقسمهم لفرقتين، فرقه المفروض ان هي تمشي، وفرقه المفروض ان انت تبني عليها. فمن امثال الناس اللي هتمشي من وجهه نظري، ليفاندوسكي لازم يمشي، راجل كبير في السن، اللاعب الجوكر الكبير الناشئ الصاعد سيرجيو روبرتو ده كده خلاص ماشي اصلا. من وجهه نظري ان كده فيران توريس لازم يمشي، ولكن بصراحه انت مش عارف هنمشي فيران توريس ازاي، مين فريق غبي في العالم هيروح ياخد فيران توريس؟ ايا يكن مستوى فيران توريس ايه، برده هو اقل من انه يمشي في الصيف ده. عندك انياجو مارتينيز في الدفاع، وعندك روميو في خط النص، دي كلها لعيبه لازم تمشي من برشلونه الصيف ده على الاقل، عشان خاطر تعرف تفضي مكان للعيبه جديده هتقدر تجيبها، او على الاقل عشان تقلل من سقف الرواتب اللي موجوده. ولكن نيجي للحديث الاهم بالنسبه لي في الفيديو ده، وهو رحيل فرينكي دي يونج ورحيل اراوخو. لو على اراوخو فانا شايف ان اراوخو ممكن يمشي، لان ليه بديل في الفريق، والبديل بتاعه افضل منه، وهو باو كوبارسي. وكوبارسي ده عباره عن لاعب صاعد ناشئ عنده 17 سنه، جه عمل انبهار في اوروبا كلها بسبب قدرته الجباره على الباص، وانه بيطلع باص من الدفاع للهجوم، ويعمل كرات طوليه مظبوطه بالسنتي يودي بيها اللعيبه انفرادات، وكمان بيقدر يعمل باص عرضي انا ما شفتش اروع من كده، وكل ده على سن 17 سنه، ومدافع قلما لما بتلاقي مدافع بيعرف يلعب برجله. ولكن ربنا يستر وجوارديولا ما يجيش يخطفه ويوديه المان سيتي، لانه بيعرف يلعب برجله. اما عن اراوخو فبايرن ميونخ عرض 70 مليون عشان ياخد اراوخو من برشلونه، فانا شايف ان اراوخو ممكن تمشيه وتقدر تعوضه، سواء بوجود كوندي، سواء بالفارس الاول اللي موجود عندك في الفريق وهو باو كوبارسي، وكده كده انت عندك اندريس كريستنسن، وممكن في المستقبل تعرف تعمل صفقه سوبر تاني في الدفاع، وتجيب قلب دفاع تاني جنب باو كوبارسي. اما عن اللاعب التاني واللي اهم بالنسبه لي، واللي انا شايف انه من رابع المستحيلات انه يمشي، هو فرينكي دي يونج. في كلام بيتقال كل موسم وكل ميركاتو بيتفتح سواء صيفي او شتوي على ان مان يونايتد عايز فرينكي دي يونج. مان يونايتد كان عارض 90، عارض 95، بعد كده عرض 80، دلوقتي بنتكلم في ان المان يونايتد عارض 70 مليون على فرينكي
فرينكي دي يونج. ولكن هل اللاعب رغبته في الرحيل؟ كذا مره وكذا مناسبه وكذا ميركاتو عدى فرينكي دي يونج بيعلن بكل صراحه وبيطلع في اي مؤتمر يقول ان هو مش بيبص لاي فريق بره، وان هو مبسوط في برشلونه، وان هو في بيته الاول والاخير برشلونه. ولكن الازمه الاقتصاديه الحاليه اللي موجوده في النادي هتحتم عليك انك تمشي لعيبه سوبر. ولكن انا بتمنى من كل قلبي ان يكون فرينكي دي يونج مش من ضمنهم، لان استحاله لاعب زي فرينكي دي يونج برمانه خط النص وميزان خط النص عندك، اي نعم ساعات مستواه بيكون قليل، ولكن فرينكي دي يونج في اقل مستوياته بيكون من افضل اللعيبه اللي موجوده برده في نص الملعب. فانا مش شايف بصراحه ان قرار رحيل فرينكي دي يونج هيكون في مصلحه برشلونه خالص. اي نعم انت عندك في نص الملعب بدري وجافي لما يرجع من الاصابه طبعا ما نعرفش مستواه هيبقى عامل ازاي، ولكن احنا عارفين ان جافي من افضل اللعيبه الصاعدين في نص الملعب. وعندك جوندوجان، ولكن جوندوجان خلاص كلها موسم 2 وخلاص هو كبير في السن وهيمشي. فلازم بناء نص الملعب يكون مبني على الثلاثه دول من وجهه نظري، فرينكي دي يونج، بدري وجافي، وجوندوجان يبقى موجود معاهم رابع. اي نعم ممكن تلاعب جوندوجان وتخلي جافي بره لحد ما نشوف هيرجع مستواه عامل ازاي، ولكن انت لازم نص الملعب بتاعك يكون مبني على الثلاثه دول. التغيير بقى اللي هيحصل هو انك هتجيب صفقه تحل محل سيرجيو بوسكيتس، المركز اللي بيلعب فيه دلوقتي كريستنسن او بيلعب فيه روميو، وروميو طبعا كده كده محتاجين ان هو يغور كله على بعضه من الفريق، ولكن انت محتاج حد يعوض دايره السنتر او يعوض مركز الديفندر ده بديل بوسكيتس. والاسماء المطروحه هنجيلها كمان شويه، ولكن خلينا نكمل فكره الرحيل دي بان محتاجين ان ليفاندوسكي يمشي قولا واحدا، محتاجين ليفاندوسكي يمشي عشان خاطر احنا محتاجين نجيب مهاجم قدام يكون مهاجم سوبر. اما رافينيا ففي كلام على ان جاي له عرض من السعوديه، وكده كده طالما رافينيا جاي له عرض من السعوديه فممكن نمشيه، فما فيش مشكله، احنا ممكن نمشي رافينيا في حاله برضو انك هتستفيد بمبلغ كويس من العرض اللي يجي له من السعوديه وهيدفع فيه فلوس، فممكن ساعتها التفكير يروح لجناح تاني، لان كده كده زي ما انت عارف الجنب اليمين ده محجوز لامين يامال. لامين يامال الجوهره الاعظم لبرشلونه حاليا واللي محطوط عليه امل كبير جدا في المستقبل، ولكن نتمنى ان لامين يامال ده ما يتحرقش، ما يحصلوش زي ما حصل لانسو فاتي. لامين يامال زي ما احنا شفنا لعيب تقيل سريع مهاري، كرة تحت رجله حلوه جدا، بيقدر يخلص لك ماتشات كده بار2 من بعيد، ولا كرة عدى فيها من 2 3 وسط الزحمه وبصاها بالعرض. الحاج ليفاندوسكي الراجل الكبير اللي في السن ده جاب جون وفي المنطقه، فكده كده الجنب اليمين ده محجوز للامين يامال. ده كان الكلام عن اللعيبه اللي موجوده حاليا في الفريق، مين ممكن يمشي ومين ممكن يكمل. ولكن خلينا بقى نبداها كده من تحت خالص من اول الدفاع. احنا محتاجين باك يمين قولا واحدا. جواو كانسيلو مش هيكمل معاك في برشلونه، وجواو كانسيلو مش هو اللعيب اللي تقدر تعتمد عليه في جبهه يمنى لوحده، وشفنا ده في الموسم ده قوه كانسيلو في انه كان بيلعب جناح وقت فالنسيا وانتر، ولكن لما بيب جوارديولا خده في السيتي لعبه باك يمين وهمي، كان بيضم على خط النص ويبدا يقدم خدماته، فده اللي خلى جواو كانسيلو ظهر بالصوره اللي احنا شفناها دي. محدش يختلف على ان جواو كانسيلو لعيب تقيل، ولكنه ليه اخطاء كارثيه في الدفاع. الاخطاء دي بتخليك تخسر ماتشات مهمه زي دوري الابطال. الكره بتاع البينالتي بتاع عثمان ديمبلي قولا واحدا هو غلطان فيها اصلا، لو ساب ديمبلي كان ديمبلي طلع عن الجمهور وراح دماغه، ما هو بيعمل كده على طول عندنا، ولكن طبعا ما هو مشي فلازم يعمل حاجه ثانيه. فاحنا كده كده محتاجين باك يمين، والباك اليمين الالمع دلوقتي واللي موجود واللي يعني كل العيون رايحه عليه هو جيرمي فريمبونج، الباك اليمين لفريق باير ليفركوزن. لان من الموسم الجاي جيرمي فريمبونج هتلاقي لا اله الا الله من كل فرق اوروبا بتتخانق عليه، ولكن الصيف ده فريمبونج عنده شرط جزائي في عقده في الصيف ده بس ب 40 مليون يورو. فانت لو هتروح تخلص في باك يمين زي فريمبونج اللي عامل موسم ولا اروع مع ليفركوزن، فهتكون صفقه من العيار الثقيل وصفقه ممتازه جدا. واللعيب كله على بعضه عنده كام 23 سنه اول عن اخر يعني. اما عن خط النص فحاليا بيتردد عليه اسمين، اولا من ريال سوسيداد وهو زوبيميندي، وده اللي تشافي بيحبه جدا وكان عايز يجيبه اصلا من الموسم اللي فات. واللاعب الثاني من المانيا بايرن ميونخ وهو جوشوا كيميتش، وجوشوا كيميتش اعلن كذا مره انه عايز يمشي عن بايرن ميونخ، ولكن ما كانش بيجي له عرض مناسب عشان بايرن ميونخ يقدر يسيبه ويمشي. فانا شايف ان وجود لاعبين زي كيميتش او زوبيميندي في مركز الديفندر هيحلوا مشكله كبيره جدا، هيحلوا مشكله الربط ما بين خط الدفاع وخط النص، وكمان هيكونوا دسترويرز مهمين جدا عشان خاطر افتكاك الهجمات المرتده اللي بتيجي عليك. لان مثلا لو جوندوجان بيلعب في المركز ده فجوندوجان على الله حكايته في الدفاع واحنا عارفين، او لو ديونج بيلعب في المركز ده فديونج بطيء. اللي كان بيحل المشكله دي هو جافي، حتى لو ما كانش مركزه. ليه؟ جافي فرهود، فبتلاقيه في اي حته في الملعب وتدخلاته عنيفه وبيبقى كلها جرينتا، فانت محتاج انك تغطي المركز ده عشان خاطر تقدر بعد كده تلعب وانت مستريح، مش خايف من الهجمات المرتده او ارتداد الهجمات المرتده عليك. ويبدا لعيبه نص ملعب عندك امثال بدري وديونج وجوندوجان ان هم يبداوا يطلعوا بالكوره بشكل مستريح او بصوره كويسه فيها اريحيه، ما تبقاش طول الوقت انت مضغوط وخايف من الهجمه المرتده اللي جايه عليك. فهل تشافي هيفضل انه يجيب زوبيميندي ولا جوشوا كيميتش؟ دلوقتي زوبيميندي اصلا في خناقه عليه من فرق العالم، واول فريق بيتخانق على زوبيميندي وعايز يجيبه
هو فريق ارسنال، لان تقريبا جورجينيو مكمل لحد الموسم اللي جاي بس، وتوماس بارتي غالبا هيمشي. فلو توماس بارتي مشي يبقى لازم ارسنال هيجيب حد في المركز ده جنب ديكلان رايس، فهيكون زوبيميندي. وارتيتا مش عشان في دماغه ان هو هيروح يجيب زوبيميندي من الريال سوسيداد، فانت يا اما لازم تخلص في زوبيميندي في البدري، يا اما لازم تروح تتجه على طول لجوشوا كيميتش لو انت مش هتعرف تخلص في زوبيميندي دلوقتي، لان انت لازم ما يطلعش الميركاتو ده ويخلص غير وانت جايب لعيب يغطي المركز ده. اما عن الهجوم ومركز المهاجم الصريح، فالوقت الكلام بيدور على 2 لعيبه من الدوري الانجليزي، واحد بيلعب في ليفربول وهو داروين نونيز، والتاني بيلعب في نيوكاسل وهو الكسندر ايزاك. احنا طبعا عارفين داروين نونيز من ايام ما كان في بنفيكا، وقد ايه هو كان تنين مجنح وبيطلع نار من بقه، وكان عامل مواسم تقيله، هي ده اللي لفت نظر يورجن كلوب اصلا عشان يروح يجيبه من هناك. ولكن من اول ما جه ليفربول وداروين نونيز حرفيا في الضياع. فمن وجهه نظري وانا مغمض هروح اخد الكسندر ايزاك حرفيا، لانه هو لاعب مهاري بيروح على الجون دايركت، سريع، عنده حلول، بيقدر ان هو يقدم خدمات كتير جدا سواء للعيبه الاجنحه اللي موجودين معاه في الفريق، او انه بيلعب مهاجم وهمي وتقدر تعمل عليه محطه كويسه. واحنا شفنا مستوى الكسندر ايزاك مع نيوكاسل. فمن وجهه نظري المتواضعه التي لا قيمه لها على الاطلاق ان احنا لازم نفكر في لاعب زي ايزاك، نبعد عن داروين نونيز، يا ريت نبعد عن داروين نونيز. وبرده في لاعب تاني الحديث موجود عليه، وهو كان موجود اصلا من ناشئين برشلونه ولاماسيا برشلونه، وبعد كده خدوه باريس سان جيرمان، وبعد كده راح بي اس في ايندهوفن. واحنا بنتكلم عن تشافي سيمونز بيفكر في انه يرجع لبرشلونه، وكيل اعماله عرض اللاعب على برشلونه. اولا اللاعب من لاماسيا برشلونه اصلا ومن دي ان ايه برشلونه، ثانيا اللاعب بيحب برشلونه، اي نعم الفلوس اغرته، ولكن اهو كلام متنطور في السوق. والموندو ديبورتيفو بتتكلم على ان تقريبا تشافي سيمونز قريب جدا من الانضمام لبرشلونه مره ثانيه. اما عن الاجنحه، ولكن احنا دلوقتي بنتكلم في الجنب الشمال اللي المفروض دلوقتي يا اما هيجي فيه كفاراتسخيليا، او الكلام بيقول ان في كلام على كفاراتسخيليا او رافائيل لياو. وانا شايف ان منطقيا وبالعقل مش هنقدر اصلا على سعر كفاراتسخيليا، يعني كفاراتسخيليا انت بتتكلم في 80 مليون مينيمم مستريح او 100 مليون، ورافائيل لياو بتتكلم في 110 مليون 120 مليون. فانا مش فاهم ازاي فريق هيبقى عنده كم المشاكل الاقتصاديه دي وكم المشاكل الاداريه وانه اصلا مفلس، فمش هيعرف يروح يجيب اللعيبه دي. يعني هو مش هيعرف يروح يجيب لعيبه امثال كفاراتسخيليا ورافائيل لياو. فخلينا نتكلم في المنطقي والمعقول. احنا اتكلمنا دلوقتي عن ان فرينك دي يونج ممكن يمشي، فهل برناردو سيلفا هيكون بديل؟ احنا عارفين ان برناردو سيلفا في كلام اصلا من الموسم اللي قبل اللي فات على انه هيجي برشلونه، وكل موسم كان بيخلص من غير ما يتم اي صفقات ولا اي حاجه. فهل دلوقتي بقى لو لا قدر الله فرينك دي يونج مشي، هيكون برناردو سيلفا هو الوافد الجديد لبرشلونه؟ لحد هنا نقدر نقول ان احنا غطينا معظم الاشاعات او الكلام اللي بيتقال دلوقتي عن ميركاتو برشلونه من قبل ما الموسم يخلص، وهل الكلام ده هيكون صحيح ولا لا؟ فلسه هنعرف في الايام اللي جايه. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان تشوف كل الفيديوز اللي جايه، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.